السلام عليكم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ وهتفضل الأكلة ديت هي الأكلة الأحب لقلوبنا كلنا، الملوخية الخضراء ورز بشعرية والفرخة المحشية، سواء كانت رز أو بصل أو مسلوقة كده عادي، تلاقينا كده يعني بندوس فيها. مبدئيا كده معانا بصلتين كبار مفرومين كويس بالمالتي كويك، بنرش عليهم معلقة ملح ومعلقة فلفل أسود، نقلبهم على بعض. بس معانا كده دلوقتي أحسن خلطة نحشي بيها الفرخة. هنا معايا فرخة مغسولة كويس بالملح والليمون والدقيق ومتصفية، هنحشيها بقى بالبصل اللي معانا كويس جدا. هنحشيها من جوه، طبعا بنكون من جوه منشفينها كويس بمناديل عشان ما يكونش فيها يعني أي بقايا دم أو حاجة. هنحشيها بالبصل اللي احنا عملناه، وكمان هنكون فرغنا الجلد بتاعها شوية زي ما انتوا شايفين كده، وهنحشي برضو من تحت الجلد ما بين الجلد واللحم. بس كده هنحاول بقى نقفلها كويس. طبعا انتوا يعني لما بتجيبوا الفرخة انتوا بتبقى قدام عينيكم بتذبحوها، بتقدروا تقولوا للراجل يعملها لكم ازاي، ولكن احنا للأسف بنشتريها من السوبر ماركت مذبوحة جاهزة، بتبقى يعني جاهزة عندنا، فما بنعرفش نقول له يعملها لنا ازاي، خلاص بناخدها احنا وبنعملها كده في البيت زي ما احنا عاوزينها. هنا أي فتحات موجودة عندنا بنقفلها بالخلة السنان، عشان يعني على قد ما نقدر إن البصل ما يخرجش منها، وبنركنها على جنب يعني حوالي ساعتين ولا حاجة، تاخد وتدي مع البصل كده مع نفسها. ولو احنا مستعجلين ممكن نشتغل فيها بسرعة. معانا هنا من المطيبات، معايا حبهان، معلقة زنجبيل صغيرة، ورق لورا، طماطمية متقطعة، بنحطها على الفرخة وبننزل عليها بمية سخنة مغلية من الكاتل بس، وعلى النار وهنسيبها تستوي. ومعايا هنا باقي البصل اللي أنا كنت عاملاه اللي متبهر بالفلفل الأسود والملح، هننزل بيه على الشوربة وشموا هنا بقى الروائح، أحلى طعم وأحلى شوربة. بس كده هنسيب الفرخة بقى تستوي براحتها. معايا هنا بقى ملوخية طازة كده وحلوة، بقطفها قبل ما بغسلها. بصوا لما باجي أقطفها لازم أشيل الجزء اللي فوق كده كله مع بعضه، ما بشيلهوش ورقة ورقة، عشان الجزء ده هو اللي بيعمل لي العرق الحلو بتاع الملوخية. هنا الفرخة كانت استوت معايا معلقة من الكاتشب، حطيت عليها معلقة من الزيت وبصل بودر وتوم بودر، ودهنت بيها الفرخة ودخلتها تحت الشواية في الفرن. هنا الملوخية كنت غسلتها 200 مرة ونشفتها كويس زي ما انتوا شايفين، متنشفة كويس جدا. في حاجة عايزة أقولها هنا، الملوخية يا جماعة ما بتتفرصش بأي طريقة من الطرق، أنا جربت كل الطرق، لما بتدخل الفريزر بتخرج حاجة تانية غير الملوخية، ما ينفعش نسميها ملوخية. طبعا حطينا معاها قرن فلفل حامي بيخليها طعمة جدا، جربوا الطريقة دي مش هتندموا. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نفرّز فيها الملوخية هو زي ما أنا هاعمل دلوقتي، إن الملوخية ديّة جات كتيرة مش هاحطها في الطبخة كلّها، فهافرّزها بطريقة معيّنة هاورّيها لكم كمان شوية. هنا معايا الشوربة مغلية، وطبعًا ضبطت الملح بتاعها. لازم الملوخية الشوربة بتاعتها تقعد تغلي شوية على النار، يعني مش أول ما تغلي نبدأ ننزل بالملوخية، لازم تقعد تغلي شوية على النار شوية. هنا هانزل بمقدار الملوخية اللي يضبط معايا التقل بتاعها. أول ما هاشوفها من على الحروف بدأت كده يعني خلاص قرّبت تغلي، ويعني كده زي ما أنتم شايفين المنظر ده، مش هاسيبها تقلب، هاشيلها على طول من على النار، كده الملوخية مش هتسقط مننا زي ما بيقولوا يعني. هنا بقى معايا طاسة على النار، حطيت عليها دهن. أنا طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باستعمل دهن الجمل اللي هو ضهر الجمل، بيبوش بيسيح معايا بسرعة كده زي ما أنتم شايفينه على النار. بانزل عليه بتوم، معلقة توم كبيرة بس، وهابتدي أقلّب. هانزل عليه برضه بمعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة،
على فكرة في معلومة برضه عايزة أقولها لكم، يا ريت تطحنوا كل توابلكم في البيت، تحمصوها وتطحنوها في البيت، فعلًا بتدّي طعم مختلف تمامًا للأكل والريحة. بس وهننزل بقى بالطشة التحفة ديّة على الملوخية، وخلصت معانا الملوخية كده. هنا بقى شوية الملوخية اللي اتبقوا معايا بانزل عليهم بربع معلقة من البيكربونات الصوديوم، وبانزل عليها بكام كبشة من الشوربة المغلية، وديّة اللي كانت أمهاتنا بيعملوها زمان. لا بقى بنحط الملوخية خضرا في الفريزر زي ما هي، وبعدين نخرّجها نعملها في البتاع. صدقوني جرّبتها ما طلعتش ملوخية خالص، طلعت حاجة تانية، يا خبيزة، يا سبانخ، أي شيء تاني غير الملوخية. بنعجنها كده كويس لغاية لمّا تبقى يعني نسبيًا شبه العجينة كده السايلة، وبنسيبها تبرد وبنعينها في كيس وبنحطها في الفريزر. بس هنا بقى بنحط الملوخية بقى وبنوضّب السفرة مع رز بشعرية، والفرخة كانت اتحمّرت معانا تحت الشواية، وأحلى أكلة وأسهل أكلة وما فيش حد بيختلف عليها، بيحبها الكبار والصغيرين. ولو عجبتكم الوصفة لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك، وأتمنى أعرف رأيكم في التعليقات. وشكرًا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.